بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. زي حضراتكم عاملين إيه؟ حلقة جديدة بعد طول غياب من نيرسينج ميوزيوم. وزي ما بوعدكم دايما بنعمل كورسات تفيدك كممرض، وفي نفس الوقت ما تكونش حاجة زي العادة وحاجات بيزكس. لا، احنا بنعتني أكتر الفترة الحالية بعد كورس الحمد لله اللي بيتعمل كل سنة بتاع الطلاب المنضمين حديثا للكلية التمريض أو معهد التمريض أو حتى مدارس التمريض. الكورس ده حقق نجاح كبير ما شاء الله يعني. وبيتعمل كل سنة، لكن احنا الفترة الحالية حاولنا ان احنا نركز على كورسات جديدة وفريدة من نوعها، ألا وهو كورس ICU مان. لو انت بتتفرج عليا على اليوتيوب فتنساش تضغط زر الاشتراك، لو بتتفرج عليا على الفيسبوك فاعمل لايك، ويلا بينا نبدأ على طول. محاضرة النهاردة محاضرة لذيذة جدا، ألا وهي ميكانيكا فنتيليشن. نبدأ على طول. أول حاجة قبل ما نخش عايزين نعرف ايه الأوتلاين اللي احنا هناخدها. هناخد الديفينيشن، الانديكيشن، والبارامترز اللي بنعملها للميكانيكا فنتيليشن، والتايبس بتاعته، والالارمز. نبدأ على طول. definition is ventilation of the lungs by artificial means usually by a ventilator. يعني تعمل ventilation لللungs by الفنتليتور. ventilator deliver gases to lung with either negative or positive pressure. في negative و positive pressure على حسب كل type. تمام. البيربوس بتاعتنا ليه احنا ممكن نعمل mechanical ventilation لحد to maintain or improve the ventilation and the tissue oxygenation. تمام. يعمل ventilation تهوية و tissue oxygenation، أكسجين كفاية للتشو. to decrease the work of the breathing and improve the patient's comfort. البريسنج لما تحط على الميكانيكال فنتيليشن بالتالي هو الورك البيشنت سبورت، ودي حاجة برضو هناخدها. البيشنت سبورت هيقل، فبالتالي الايفورت اللي هو بيعمله عشان يعمل بريسنج هيقل، لان الميكانيكال فنتيليشن بيكون معتني بكل الحاجات دي. eliminate الكربون ديوكسيد، بيشيل كل الكربون ديوكسيد، ودي هناخدها برضو من الحاجات اللي بتبقى في البوزيتيف اندكس ريسبيراتوري بريشر. بتكون في الالفولاي في الاخر كده. فالحاجات ديت طبعا زيادتها تعمل حاجات كتير، تعمل هايبر كابنيا ومشاكل اخرى تانية. maintain acid base balance of البادي، حاجة زي ما تقول كده النورمال بتاع للإنسان. فالميكانيكال فنتيليشن له بيربوز مهمة جدا، مهم ان احنا نبقى عارفينها. الانديكيشن بقى اهم من البيربوز. البيربوز الغرض الحاجة، يعني انا ليه بعمل لك حاجة غرضها كذا، لكن الانديكيشن انا ايه اللي يخليني اعمل لك اصلا. يعني انت حاجات عندك انت مشاكل انا هعمل لك بس عشانها. تمام. برادي براديبنيا اور ابنيا with respiratory arrest. الناس اللي عندها respiratory arrest مش عارف البريسنج عنده قليل، او الابنيا سليب ابنيا الا وهو انقطاع التنفس. طبعا انا ما مش من عادتي ان انا بترجم المصطلحات صرف عشان تتعود على الانجليش، والانجليش طبعا حاجه جميله، ولما تذاكر بالانجليش هتلاقي مصادر كتير للمعلومات. فده افضل يعني، وبالذات ان العلم اصله انجليزي، فلما تذاكروا انجليش افضل ليك بكتير. طبعا انتوا يعني دلوقتي تعتبروا دكاتره، محدش بيحضر كورس ICU لسه بيزكس. طبعا لازم ننتقل من الحته دي ونعلى شويه بالمستوى. طيب بعد اذنكم بس الاذان شغال، هنفصل ونروح نصلي بعدين نرجع بعد الاذان. تمام. نكمل تاني. وقفنا عند ايه؟ قلنا برادي كابنيا اور ابنيا. acute respiratory distress syndrome، دي الRDS، ده حاجة مشهورة جدا من الحالات الخطرة اللي لازم بتوصلها على الفنت والاكيوت لانج انجري. في بقى حاجات انديكيتور ارقام لازم تتحفظ. تركبني لو الريسبيراتوري ريت بتاعك
زاد عن 30 بريس بير مينت، فساعتها تحتاج انك توصله على الفنت. طيب ايه تاني؟ arterial partial pressure of flux يعني زي ما تقول كده ال PO2 with supplement of ال FiO2 اقل من 55 mm HG. الحاجات ديت هنعرفها في البارامتر اكتر، وفي الويننج هتعرف الكرايتيريا. والبي او 2 بيكون طبيعي كام؟ هو طبعا في الطبيعي البي او 2 بيكون اكتر من 60 اتش جي، تمام. والاف اي او 2 بيكون لازم يكون اقل من 40%، تمام. البي اس او 2، تمام، بيكون اكتر من 50 اتش جي، ده توصله على الفنت. والارتيال الارتيريال بي اتش اقل من 7.25. طبعا البي اتش لو انت ما تعرفش الاي بي جي لازم تروح تتفرج على المحاضره ديت، لانها من المحاضرات المهمه جدا جدا في الاي سي يو. الاي بي جي بيحلل لك حاجه زي مثلا السي او 2 لما يزيد، هو الطبيعي من كام؟ من 35 ل 45. هو بيعكس مع البي اتش، البي اتش بيقل يعمل اسيدوز، يزيد يعمل الكالوز. انما ده يقل يعمل الكالوزيس، يزيد يعمل اسيدوزيس. ف 50% ده يعمل لك ريسبيراتوري اسيدوزيس، والبي اتش قليل يعمل لك اسيدوزيس. عشان تعادلها، ودي حاجة مهمة جدا لو انت متعرفش الاي بي جي لازم تروح تذاكرها فورا. جلاسكو كوما سكيل اقل من او يساوي 8. جلاسكو كوما سكيل من السكيلز المهمة جدا في الاي سي يو، واللي بالمناسبة احنا قررنا ان احنا نعمل عنها فيديو في سلسلة الاي سي يو مان كورس، لكن هتكون قدام. نكمل بعد كده من indicators برضو ال obstructive lung disease in form of asthma زي الأزمة و chronic bronchitis أو الإمفيزيما، COPD يعني. conditions such as pulmonary edema, atelectasis or pulmonary fibrosis. Patient who has received general anesthesia as well as post cardiac arrest patient زي ال post cardiac arrest patient. الفيتال كاباسيتي أقل من 15 ملي لكل كيلو، يعني أقصى كمية هواء ممكن تخرج من الرئة أثناء الزفير أقل من 15 ml لكل كيلو جرام. نيوروماسكولار ديزيز زي بسيزينيا جريفز والجيليان براير سيندروم. بسيزينيا جريفز ده مرض عصبي عضلي بيقلل العضلات، بيعمل ضعف في العضلات والهيكل او السكيلتال، الماسكولو سكيلتال سيستم يعني. وجيليان براير سيندروم ضعف سريع في العضلات بسبب الجهاز المناعي اللي بيدمر الجهاز العصبي، يعني ده الجهاز المناعي، اما ده الماسكولو سكيلتال سيستم. وتعتبر من الحالات النادرة والخطيرة في نفس الوقت. نيوروماسكولار ديزيز نحفظها: الميزينا جريفز، جينرال بير سندروم. طبعا الحاجات دي تحتاج تشخيص الأول عشان تعرف الحالة قدامك عندها الحاجة دي ولا لأ. ميكانيكال فنتيليتور بارامترز. أول حاجة الأكسجين. طبعا احنا مقسمينها 5 حاجات عشان بس تكون أوضح وأسهل في الحفظ. أول حاجة الأكسجين والجاز ديليفري. الاف اي او 2 الفراكشن اوف الانسبيرد اكسجين، ده اختصار بتاعه. the percentage of الأكسجين in delivered air 21%، في room air ل100%، هو من 21% ل100%. البيب البوزيتيف end expiratory pressure maintained in the lung at the end of expiration to prevent alveolar collapse. طبعا انتوا عارفين الحتة دي. البوزيتيف end expiratory pressure maintained in the lung at the end of expiration to prevent alveolar collapse. بتكون عالية في ال RDS. طبعا لما تزيد معنى كده ان البريشر موجود في اللنجز زيادة، معنى كده احتباس ال CO2 اكتر. فالبريشر ما ينفعش يكون عالي، بس في نفس الوقت لازم يكون maintained اللي هو في النورمال، اللي هو بيكون من 3 ل 5 سنتيمتر H2O. تمام. الفوليوم والفلو كنترول. في تايدال فوليوم والمينيت فوليوم او المينيت فلتريشن والبيك فلو او الفلو ريت. طيب تايدال فوليوم the volume of the air delivered with each
individual breath typically من 8 ل 6 مللي لكل كيلو of ideal body weight. the cornerstone of lung protective ventilation. ده الهواء اللي بيخش مع كل تنفس ال- العادي سبونتينوس الانديفيدوال بيتنفسه. طبعا الميكانيكال فنتيليشن بيعمل زيه، عشان كده ده من البارامتر اللي هتلاقيها في الميكانيكال فنتيليشن. المينت فوليوم او المينت فنتيليشن بتساوي التوتال فوليوم اوف الاير اكسهيلد بير مينت. هو ده توتال فوليوم اوف اير اكسهيلد بير مينت. تمام. بيساوي ايه؟ بيساوي التايدال فوليوم في ريسبيراتوري ريت. ده برايمري درايفر اوف CO2 ريموفال. تمام. يقول لك ده توتال فوليوم اوف الاير اكسهيلد بير مينت، الهواء اللي انت عملت زفير. تمام. في تايدال بيساوي التايدال فوليوم في ريسبيراتوري. البيك فلو او الفلو ريت ده ده عباره عن ايه؟ ده the speed in liter per minute at which the tidal volume is delivered. يعني السبيد بتاع الاير اللي داخل لك، يعني بيك فلو الفلو ريت. لما تقول لك كده الحاجه مجرى النيل زي ما تقول كده سريع، فالفلو ريت عالي. فالهواء اللي داخل الانهيليشن لو عالي فالفلو ريت يكون عالي. affect البيشنت comfort and respiratory time. لو الفلو ريت عالي، لو الفلو ريت قليل. طب لو الفلو ريت عالي الهواء يخش بكتير فده يعمل مشكلة. لو الفلو ريت قليل برضو الانسبيريشن مش هيديك اكسجين كفاية. التايمينج والريزم، الريسبيراتوري ريت والريسبيراتوري اكسبيراتوري ريت. الريسبيراتوري ريت هو number of breaths the ventilator deliver per minute، عبارة عن زي النورمال من 12 ل 20. بيكون ده نورمال او كومن في الفنتليتور. الانسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو بقى the ratio of the time spent inhaling to time spent exhaling. النورمال ريشيو من 1 ل 2 أو 1 ل 3، يعني 1 inspiration 2 exhalation. تمام. critical for patient with obstructive disease زي COPD who need longer expiratory time، عشان طبعا حصلت تكون فيها مشاكل في زيمة وكده. ف expiratory time بيزيد، فبتحتاج انك تزود له ال IE ratio. تمام. pressure monitoring K for safety. البريشر الحاجات المهمة جدا جدا لازم تتظبط. البيك انسبيراتوري بريشر، البيب. تمام. او خلينا نختصرها ونحفظها زي ما هي. البي اي بي the maximum pressure recorded in the crate during inspiration. الانسبيريشن reflect total resistance الايروي زائد longitude. تمام. البيك inspiratory pressure ده maximum pressure during الانسبيريشن. تمام. ده بيقول لك بيرفلكت التوتال ريزيستنس اللي هو الايرواي زائد اللونج تيشو ريزيستنس اللي بتحصل في اللحظه دي داخل الايرواي وباحتكاكها مع اللونج تيشو. بلاتيو بريشر. تمام. the pressure in the alveoli at the end of inspiration. تمام. measured during a brief inspiratory hold reflect lung compliance. goal is often أقل من 30 سنتيمتر H2O to prevent lung injury. تمام. بده بريشر موجود في الالفيولاي في نهاية الانسبيريشن. تمام. تمام. ده بيرفلكت لانج كومبالانس اللي هي يعني ايه، زي ما تقول لو هنترجمها اللي هي كفاءة او تماثل اللانج. لو هي على قدر عالي من الكفاءة فلانج كومبالانس بيكون البلاتيو بريشر كويس. لكن ما يكونش عالي، اي حاجة بتعلى عن حدها بتتقلب ضدها زي ما بيقولوا بالمثل المصري الشهير. اوتو بيب، الانترنسنج بيب. البيب ده ايه؟ unextended positive pressure that remain in the lung at the end of expiration.
due to incomplete emptying. تمام. يبقى زي في الأزمة والسي او دي can cause hypotension and barotrauma. تمام. بيقول لك ده unintended positive pressure that remain في اللنج at the end of expiration due to incomplete emptying. تمام. يعني ده positive pressure احنا مش عايزينه يحصل، هو اتعمل كده O2 من نفسه، بيفضل في اللنج في end الاكسبيريشن، يعمل لك ايه؟ يزود لك CO2 ويعمل لك hypotension ويعمل لك باراتروما. تمام. تمام. خامس حاجة البيشنت فنتليتور اكشن في sensitivity او التريجر والساي. اول حاجة الsensitivity the setting that determine how easily a patient can initiate a ventilator race by generating a small negative pressure or flow change must be sensitive enough to comfort but not cause auto trigger. يعني حساسية البيشنت للنوع ده، انت حاطط له مثلا سباب هو مش مناسبه فلازم تغير له النوع. فسنسيتيفيتي او تريجر هو قد ايه انه قادر يعمل انيشيتنج للفنتليتور بريس. تمام. الساي a programmed deep breath given periodically to prevent atelectasis in sedated patient less commonly used in modern lung protective structures. ده بيقول لك less common، ما عدناش بنستخدمه في الجايد لاينز الجديده اللي بتنزل. طبعا لازم تكون ابديتد باي جايد لاينز بتنزل لانها بتفيدك في الشغل، وبتفيدك لو في تركايه جديده بتحسن طريقه العلاج اللي انت بتعملها. فالساي ده بيقول لك بيكون من 1.5 ل2 في التايدال فوليوم، بيبريفنت الاتراكتيزز في سيديتد بيشنت، واحد يعني قاعد على المكان فنتيليشن سيديتد مش حاسس باي حاجه. تمام. تمام. احنا كده خلصنا الخمس حاجات عفوا. اول حاجه الاكسجينيشن كان الاف اي 2 والبيب والفوليوم، التايتل فوليوم، المينيت فوليوم، والبيك فلو، والتايمينج، الريسبيراتوري ريت، والريسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو، والبريشر مونيتورنج، البيب اوتو بيب اللي في الاخر، والبلاتيوب بريشر، والبيك انسبيراتوري بريشر، والبيشنت فنتليتور انتراكشن، السنسيتيفيتي او الساين. نخش بقى على المودز في الفنتليشن، ودي من اهم الحاجات اللي في المحاضره، او هي الاساس الحقيقي للمحاضره. لو هتتكلم عن الفنتليشن الفنتليتور هتتكلم عن المودز اول حاجه. طبعا في انواع كتيره من المود، في مودز كتيره للفنتليتور. اول حاجه نبدا من بيزكس ورا خالص. تايبس اوف الفنتليشن، لو انا اعمل فنتليشن لحد انا هستخدم ايه؟ اول حاجه في باك فالف ماسك فنتليشن، بوزيتيف بريشر فنتليشن، تعمله بنفسك كده بالامبو باج. اول مش الامبو باج عفوا، يعني بيكون زي ماسك كده كبير، باك فالف ماسك فنتليشن زي ما هو واضح في الصورة كده، بيتوصل على اكسجين. بتكون حاجة مش للكريتيكال كيسز يعني. تمام. في بقى الميكانيكال فنتليشن الوحش بتاعنا، في البوزيتيف بريشر فنتليشن والنيجاتيف بريشر فنتليشن. البوزيتيف فيها نوعين، انفيزيف ونون انفيزيف. الانفيزيف اللي هو ان احنا ندخلها اندوتراكيال تيوب او تراكوستومي. النون انفيزيف اللي هو السباب والباي باب. تمام. دول من الحاجات المشهورة جدا. طبعا الاي باب ده مش مشهور ومش بيستخدم معانا كتير. ففي انفيزيف ونون انفيزيف. طبعا انفيزيف كل الانواع ما عدا السباب والباي باب، سهلة اهي مش محتاجة. classification الفنتليتور modes ventilation modes are classified according to what the ventilator primary controls. في نوعين، في volume cycle وفي pressure cycle. الفنتليتور في الفوليوم سايكل فنتليتور كنترول للتايدال فوليوم. تمام. ده في الفوليوم. انما في البريشر فنتليتور كنترول للايروي بريشر، سهله. البريشر بيكنترول الايروي بريشر، اما في الفوليوم بيكنترول التايدال فوليوم. الايروي بريشر vary depending on lung compliance and airway resistance. تمام.
لان هنا انت مش متحكم في البريشر، فبيتغير على حسب اللنج كومبالانس او and الاير واي ريزيستنس. تمام. اما في البريشر بقى انت مش بتحكم في الفوليوم، فتاد الفوليوم vary according to lung balance and airway resistance. سهله موت، مش محتاجه اي حاجه. خش بقى على اول حاجه فوليوم سايكل مود. في ال AC assisted control ventilation بيشتغل ازاي؟ The ventilator deliver a preset tidal volume with every breath. A breath can be initiated by the patient assisted breath or the ventilator control breath if the patient does not breathe. هنا هو بيكنترول البريشر الفوليوم بتاع البريسز اللي بيخش للبيشنت. تمام. every breath receive the same tidal volume regardless of who initiated. يعني يا الفنتليتور ينشيت يا اما البيشنت بيأسست البريس اللي الفنتليتور بيديهوله. تمام. تمام. الادفانتج والديسادفانتج. الادفانتج provide full ventilatory support, decrease the work of breathing, allow complete rest of respiratory muscle, suitable for critical ill patient. لانه طبعا هو ما بيعملش اي حاجه، فده بيساعده لو هو عنده مشكله في الفنتليشن، هو كريتيكال البيشنت ده نوع كويس له. disadvantage hyper ventilation، لانه هيديك فوليوم ثابت، فممكن لو انت مفيش تحكم في البريشر فيعمل لك هايبر فنتليشن. ريسبيراتوري اركلوزس طبعا عشان احنا قلنا لما بيزيد هيعمل لك ايه؟ عاكس. هناك هيقلل لك بقى، هنا هيعمل لك احتباس للسي او 2، هايبر فنتليشن، سي او 2 هيقل، مش احتباس عفوا، لان هايبر فنتليشن معناه ان انت بتطلع اصلا هوا كتير، بتاخد هوا كتير فبتطلع، فالسي او 2 ما عادش موجود، فيعمل لك الكالوزز، لانه لما بيقل بيعمل لك عن ال35 بيعمل لك الكالوز. تمام. لما بيزيد يعمل لك اسيدوز. الاير ترابنج اند الاوتو بيب. طبعا لسه واخدين الاوتو بيب ان هو مش قادر يطلع، ممكن نرجع لها كمان. تمام. عشان الشيء بالشيء يذكر يعني. هو كان بيقول لك unintended positive pressure that remain in lung at the end of expiration due to incomplete empty. تمام. يعني هو موجود احنا مش عايزينه يتعمل، لكن هو اوتو بيب، اوتو بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. تمام. يعمل اير ترابنج، اير ترابنج او اوتو بيب. تمام. هي نفس الحاجة على فكرة، لكن هي مسميات بس. increase the risk of الباراتروما، طبعا ذكرناها برضو. not suitable for weaning، لو انت بتعمل weaning وهو عامل لك هايبر فنتيليشن وقلل لك CO2، لا طبعا مستحيل انك تعمل ويننج بيها. وهناخد طبعا محاضرة الويننج دي محاضرة تانية مخصوصة لها، لان الكلام فيها برضو مش سهل ومش وخصصنا لها محاضرة لوحدها افضل يعني. الكي بوينت بقى بتاعتنا في ال assisted control ventilation. the ventilator control every breath، هو اللي بيكنترول every breath، بيديك قدر معين من البريس. تاني نوع synchronized intermittent mandatory ventilation. بيشتغل ازاي؟ او ال SIMV بيشتغل ازاي؟ ventilator deliver a preset number of mandatory breaths with a preset tidal volume. Between mandatory breaths the patient can breathe spontaneously. Spontaneous breaths are not assisted. يعني هنا هو بيعمل assist، لكن هو مش بينشيت البريس. تمام. هو بيخليك انت تنشيت وهو يكمل لك البريس. تمام. advantages allow spontaneous breathing between mandatory breaths. synchronized reduce patient ventilator asynchrony commonly used during الويننج. تمام. يبقى من مميزاته ان هو بيقلاو spontaneous breathing between mandatory breaths، خليك انت تكمل وكمل لك البريس، او انت spontaneous ما هو بيساعدكش ان انت تبدأ البريس. تمام. reduce البيشنت ventilator asynchrony، ان انت تعتمد على الفنتليتور commonly used during الويننج. تمام.
disadvantage بقى increase the work of breathing. انت كده شغال، يعني انت بتعمل spontaneous breathing فيعمل لك increase the work of breathing might lead to respiratory muscle fatigue or weakness. انت اللي بتتنفس، هو بيكمل لك البريس، او هو بيديك mandatory breaths between ال spontaneous breaths. تمام. الكي بوينت بقى ventilator زائد البيشنت شير ذا ورك، يعني الاتنين شغالين مع بعض، لا البيشنت شغال لوحده ولا الفنتليتور. هو البيشنت بيدي spontaneous breath between المانداتوري بريسز اللي الفنتليتور بيديها له. تمام. ده كده خلصنا الفوليوم سايكل مود. نخش على البريشر بقى. في انواع كتير في البريشر. اول حاجه بريشر كنترول فنتليشن بي سي في. بيشتغل ازاي؟ فنتليتور ديليفر ا بريسيت انسبيراتوري بريشر. هنا بقى بريشر ان inspiratory time and respiratory rate are preset. بيتعمل preset يعني بتتعمل قبل كده، يعني تتظبط. total volume is variable and depend on the lung compliance and resistance. هنا الفوليوم مش controlled، فبيعتمد على lung compliance and resistance. تمام. advantages بقى بتاعته better control of airway pressure, low risk of barotrauma, improved oxygenation, more even distribution of ventilation. هنا في تحكم في البريشر، ف مور ديستريبيوشن، توزيع كويس للفنتيليشن. تمام. ديس ادفانتجز بتاعته بقى طبعا عشان هنا في الفوليوم مش كنترول، طيب الفوليوم از نوت جرانتد، يعني مش متحكم فيه، فمش عارف تطلع حاجة نسبة نورمال. risk of hypoventilation if lung compliance worsen. لو في lung compliance مش كويس يعمل لك hypoventilation على طول، لان انت البيشنت سبورت هيقل، فبالتالي ما عادش هيعرف يعمل بريسنج كويس. كي بوينت بقى البي سي في كونستانت بريشر فاريبل فوليوم مش عارف تتحكم فيه، فمتغير، لكن البريشر موجود. يبقى ده البريشر كنترول فنتيليشن. البي سي في بريشر كنترول فنتيليشن. بريشر سبورت فنتيليشن في كنترول في سبورت. خلي بالك بقى بريشر سبورت فنتيليشن بيشتغل ازاي؟ البيشنت انيشيت اول بريس، هو اللي هيبدا. each spontaneous breath is supported by a preset level of pressure. advantages بتاعته بقى decrease the work of breathing، بيمبروف البيشنت comfort، excellent mode for weaning. يبقى الويننج البريشر في مودز كتير بتستخدم في الويننج. بيديكريز الورك اوف بريسنج، بيديك سبورت، improve البيشنت comfort، excellent mode for weaning. disadvantages not suitable for apneic or unconscious patient، لان هنا انت لازم تنشيت all braces. تمام. بنشيت انت البريسز، هو بيديك بريشر عشان يدخل الهواء كويس. انت خدت نفس، لكن محتاج ايه عشان تدخل الهواء جوه اللنج؟ محتاج بريشر، فالبريشر يدخل لك الهواء جوه. هنا فرق عن طبعا عن الكنترولد. البيشنت ديليفر ابريسيت انسبيراتوري بريشر. الفنتريتور هو يديك انسبيراتوري بريشر، انسبيراتوري تايم اند ريسبيراتوري ريت انت بتتظبط يعني. تمام. انما هنا انت اللي بتبدا سبورت، هو بيسبورت بقى، لكن هنا كنترول يعني هو بيديك الانفاس. تمام. كي بوينت طبعا البيشنت بريسز عند الفنتريتور اسيست. البيشنت بيتنفس في البريشر سبورت فنتريشن، والفنتريتور بيساعدك. تمام. تمام. تخش بقى على النوع كويس اللي مشهور continuous positive airway pressure. السباب بيشتغل ازاي؟ provide a constant positive pressure during both inspiration and expiration. No mandatory breaths are delivered. The patient breathes spontaneously. مفيش، هو بيتنفس لوحده. تمام. بيكمل لك النفس بس. هنا continuous بيكمل لك النفس، لكن انت بتتنفس عادي. عشان كده هو هتلاقيه برضو في الويننج، هتلاقيه هنا في الويننج. prevent alveolar collapse, improve oxygenation, useful for weaning. اهو لسه بنقول commonly used for sleep apnea، لانه بيكمل انفاس. انت هنا sleep apnea يعني نفسك بيتقطع وانت نايم، فده بيكمل النفس، فبالتالي ما تحسش ان باقطاع النفس وانت نايم. disadvantage
نو فنتليتور اسيستنس، ما بيساعدكش، هو بيكمل لك النفس بس، انت لو مش هتتنفس خلاص هو مش نافع مع العمليه. requires spontaneous breathing. key point بقى للسباب ده بيب through the respiratory cycle. تمام، بيديك بريشر through respiratory cycle، انت بتتنفس عادي هو بيديك بيب. تمام، positive end expiratory pressure، بيديك بيب بحيث انه يخرج الهواء، لكن هو ما تقدرش ان انت تعتمد عليه وانت معاك عيان كوماتوزد او سيديتد، ما تقدرش ان انت تحطه على سباق. في بقى الباي باب، دول نوعين مشهورين يعني، خلي بالك السباق والباي باب دول اكتر نوعين مشهورين في الاي سي يو. الباي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر، باي باب، يعني كنا قلنا في السباق بيدي انسبيراتوري واكسبيراتوري بريشر، لكن هنا جامد، ده عالي قوي بقى. هنا بيشتغل ازاي؟ بيديك تو ليفل اوف بريشر، بيدلعك على الاخر، اي باب واي باب. طيب الاي باب اسبيراتوري بريشر، بيديك اسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر، تمام، والاي باب بيديك اكسبيراتوري بريشر ديليفرد فاير ماسك نون انفيزيف. هنا بقى خلاص مفيش انفيزيف، مفيش اندوتراكيل تيوب، هو السباب، لكن ده من احلى الانواع لانه هنا هتلاقيه برضو كويس في الويننج. يعني انت شوف سبحان الله، لو لقيت حاجة فيها البيشنت بيبدأ انه يتحسن، هتلاقيها دايما في الويننج. طب ايه الفايدة ان هو في اكسبيراتوري بوزيتيف ايرواي بريشر؟ دي ما كانتش موجودة في السباب، هو قال لك كان كويس نرجع تاني، نرجع تاني وماله، كان هنا بيديك كونستانت بوزيتيف بريشر في الاسبيريشن اند اكسبيريشن، لكن هنا بقى مخصوصة respiratory positive airway pressure. هيفيدك في ايه؟ الادفانتجز بتاعته بقى non invasive ventilation reduce the work of breathing better CO2 elimination compared للسباب. هنا بقى respiratory positive airway pressure فادتك جامد، انت عملت CO2 elimination وما عملكش respiratory كده هيقلل ما يعملكش respiratory alky acidosis. تمام، fewer complication than invasive ventilation. طبعا يا سلام يا سلام لو انت تحط ماسك بس وتظبط الفنتيليشن، ولا تعمل انتركيل تيوب ولا تراكوستومي ولا هم يحزنون. كي بوينت بقى للباي باب، سباب with two pressure levels، نفس السباب بكونتينوس بيكمل لك النفس، لكن في two pressure levels يعني شغل عالي وتقيل. خش بقى على الاير واي بريشر ريلايز فنتيليشن، دي برضو مش مشهور قوي، لكن الشيء بالشيء يذكر. how it works: a prolonged period of high airway pressure, short rise to low pressure allows spontaneous breathing through the cycle. يعني بيديك بي هاي وبعدين يقلل تاني عشان يطلع ال CO2 اللي محبوس جوه. تمام، لكن بتحطه على وقت معين، يعني هو يفضل بي هاي بعدين يقل تاني، فاهمني؟ انما التاني كان بيكمل عادي، هو عايش معاك، لكن ده انت بتظبطه بعدين يقل مع الوقت. يوزز في ال ARDS، الكي بوينت بتاعته سباب with intermittent pressure realize. في pressure realize يعني هو ممكن يكون سباب لكن متروق عليه شوية. تمام، تمام. تامن حاجة معانا الهاي frequency oscillatory ventilation، وده not common أو يعني بيشتغل ازاي؟ deliver very small tidal volume at extremely high respiratory rate من 300 ل 420 breaths per minute. يعني تقول زي كده عايز يقلل المشكلة اللي في الريسبيريشن لما يكون عالي. بتستخدم في severe ARDS. خلاص هو بيديك very small tidal volume. تمام، patient following conventional ventilation، يعني لما خلاص patient في مش قادر انه يعني يشيل بريسنج، فده بيديه بريست tidal volume. limitation requires deep sedation and often
paralysis، لانه خلاص ده حاجة يعني هتبقى مؤلمة جدا لو هو حس بيها. key point بقى very fast rate with very small volumes. very fast rate يعني ديك فوليوم قليل مع وقت مع ريت عالي، فبالتالي الاكسبيريشن يقل. كويك سامري للريفيجن عشان تحفظها وتبقى ثابته في دماغك. الاسيستد كنترول فوق الفنتليتور كنترول، السينكرونايزد انترميتنت ميكانيكال فنتليشن، الفنتليتور زائد البيشنت الاتنين بيشاركوا في العمليه. البريشر كنترول فنتليشن كونستانت بريشر، بيديك كونستانت بريشر يساعدك ان انت تدخل الهواء جوه. البريشر سبورت فنتليشن بيسبورت البريس بتاعك. assisted spontaneous breathing سباب continuous البريشر، يعني بيكونتينوس البريس بتاعتك، انت تنشيط وهو يكمل هولك. لكن هنا في البريشر سبورت assisted spontaneous breathing يعني بيساعد السبونتينوس breathing انه يكمل. الباي باب تو بريشر ليفلز، الاي بي ار في هاي بريشر ويز ريلايز. قلنا ان هو سباب لكن ما في بريشر هاي بريشر فيعمل ريلايز CO2. ال HFOV very fast very small breaths تحفظ زي ما هي كده. الالارمز والويرنج اتعملت طبعا، عملناها برايورتي عشان ما تزهقوش منها وتكون سهلة. اول حاجة critical high priority alarms require immediate attention، لازم تكون فايق ومركز هنا. الهاي بريشر الارم الكوز بتاعته secretions او coughing او bronchospasm حاجة محشورة، كينكد تيوب عاضد على التيوب، بيتنج نيموثوركس decrease the lung compliance. تعمل ايه طيب؟ الاكشن بتاعك الهاي بريشر الارم تشيك البيشنت، نعمل سكشن، تشيك الكريكت او التيوب، assist for pneumothorax. low pressure disconnected alarm الكوزز بتاعته circuit disconnection، تمام، حصل disconnection، large leak تسريب عالي، تيوب displacement ودي مشكلة كبيرة طبعا، ان اتحركت من مكانها الاندوتراكيال تيوب. طيب الاكشن نعمل ايه؟ تشيك البيشنت فيرست then check all connection، لانه ممكن يحصل له اختناق التيوب بليسمنت. then check all connections. الكاف بريشر هاي فوليوم لو بريشر، هنا بقى هيفرق لك بين الهاي فوليوم واللو بريشر. الهاي فوليوم لو بريشر الاشهر امن على التراكية، انما اللو فوليوم هاي بريشر ممكن يعمل انجري، تمام. عشان كده بننبه ان بين الحتتين دول عشان تبقى برضه فاهم آه وعندك معلومة، تمام. يبقى الهاي فوليوم لو بريشر امن على التراكية، لكن اللو فوليوم هاي بريشر ممكن يعمل انجري لانك بتدخل بالعافية عامل بريشر عالي فرقع الحويصلات جوه. لكن الفوليوم عالي ممكن يعني ممكن يزود لك يعمل هايبر فنتيليشن لكن مش هيفرقع لك حويصلات ولا حاجة. ابني الارم كوزس، لكن طبعا زيادة الحاجة برضو تعمل مشاكل، يعني ممكن يفرقع لك حويصلات مع الوقت، لكن لما تزود البريشر ده احتمالية كبيرة يعمل لك انجري. الابني الارمز الكوزس البيشنت دروب ستوب بريسنج if in a support mode or ventilator failure. الاكشن طب تعمل ايه؟ stimulate البيشنت being manual ventilation الباك فالف ماسك اللي كنا قلنا عليها اللي الامبوباج او اللي هو تحطه على الاكسجينيشن assess need for backup rate عشان تعمل باك اب تاني وترجع الريت زي ما هو. low minute ventilation alarm كوز بتاعه أبنية أو أي تسريب ليكس low respiratory drive مش عارف يعمل respiration low minute ventilation alarm، تمام. أو يعني المينت اللي بيتنفس فيها البريسز
مش كافية لما يحصل أبنية قطاع التنفس، فما بيعملش respiration كويس. medium respiratory alarms، في بقى الهاي respiratory rate alarm الكوز بين أو anxiety أو hypoxia acidosis fever trigger sensitivity too high. لو trigger sensitivity high مش قادر انه هو بيفايت كده مع الفنتليتور، يديك ده الميديم بريتري الارمز. في اللو بيب او سباب الارم كوزز سيستم ليك، لو في تسريب يديك الارم على طول. الاف اي 2 الارم كوزز اكسجين سبلاي فيلير اور بلندر ايشو. يعني ايه بلندر ايشو؟ هو بياخد من خط الاكسجين ومن خط الهواء، بيخلطهم بنسب محسوب، يطلع غاز بنسبة انت مظبطها. يعني مثلا ايه، CO2 عفوا O2 زائد بياخدهم من خط الأكسجين وإير واي وإير عفوا، يخلطهم مع بعض يطلع اف اي 2. يعني ده تفسير، انا مش عارف انتوا هتفهموه ولا لا، بس هي سهلة جدا. اف اي 2 اف اي يعني زي ما تقول كده اير واي اير واوتو بيعمل لك اف اي 2. هو طبعا نسبتها العادية زي ما احنا عارفين من 21 ل 100%، فالاف اي 2 40% او 60% بيقول لك يعني نسبة انت ما ظبطها تحصل فيها مشكلة. الاف اي 2 يعني مشكلة زي كده يعني. تمام. مونيتورنج بارامترز بقى كي ويرنج. في البارامترز بتاعتك ممكن تعمل برضو الارمز. تمام. لازم انت تشوفها انت بعينك بقى، هنا مش هديك الارم اهو. تمام. high peak and plateau pressure indicate worsening compliance or obstruction. في اجهزه بالمناسبه ممكن تديك الارم في حاجات وحاجات لا، فانت برضو لازم تكون انت عينك على المونيتور عشان على الفنت عشان تشوف ايه التغيرات اللي حصلت معاك. high peak and plateau pressure indicate worsening compliance or obstruction. اوتو بيب انترنسنج بيب incomplete exhalation common في الأزمة والسي او بي دي can cause hypoventilation and barotrauma. oxygen saturation drop check the ventilator and the patient and circuit. التشنج في ال end tidal CO2 ال ATCO2 sudden drop might indicate disconnection or embolism. rise might indicate hypoventilation. تمام. لما يقل CO2 ما indicate disconnection or embolism لأنه مش عارف يطلع CO2. rise ما indicate hypoventilation. تمام. وكده تكون خلصت المحاضرة الجميلة دي. مراجعة سريعة كده، احنا خدنا المودز بتاعتنا طبعا كلنا فاكرينها. في الفوليوم وفيها وفيها البريشر. الفوليوم كان فيها اسيستد كنترول والاس اي ام في، والبريشر كان فيها بريشر كنترول وبريشر سبورت وسباب والبايباب. النوعين التانيين دول مش مستخدمين قد كده. تمام. او ممكن نبص بصة سريعة عليهم. تمام. عندك السباب والبايباب، البي ار في، الاي بي ار في ده والاتش اف او في. قلنا هنا في السمري ان الاي بي ار في هاي بريشر مع ريلايز سي او 2، والاتش اف او في فيري فاست فيري سمول بريسز. خدنا الالارمز وقلنا فيها هاي وفي ميديوم وفي مونيتورنج الارمز، وكان في بارامترز في الاول قلنا لازم تتحفظ كويس عشان دي اللي بتظبطها على حسب الحالة اللي معاك. تمام. وانديكيتورز والفيربوس ديفينيشن. وبكده تكون خلصت محاضرتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا. ولو في حاجة اي سؤال جروب التليجرام موجود في اي وقت، ورقمي موجود في الديسكريبشن،
ولو حابب تكتب وتسيب ده وده وتكتب في التعليقات، انا برضو معاك. واهم حاجة تكون طالع مستفاد، مش طالع مبصمج او حاجة للامتحان. تكون فاهم شغلك صح وعارف انت في مهنة محتاجة انك تكون مذاكر كل حاجة بدقة، وتتحرى الصدق في كل معلومة انت بتذاكرها، عشان ده مستقبلك ومستقبل ارواح في ايدك. شكرا، اقابلكم في الحلقة الجاية بتاعة الويننج. اشوفكم على خير ان شاء الله.